بصوا يا جماعه، انا حجزت البيزنس كلاس كله عشان اقعد اتكلم معاكم. صباح الخير. احنا النهارده ان شاء الله طالعين على مدينه شينزن، دي اخر محطه لينا في الصين. هنقعد فيها يومين، بعد كده نطلع على هونج كونج. انا دلوقتي في محطه القطر، بس المره دي احنا هندلع نفسينا شويه، مش هنركب قطر عادي، احنا هنركب النهارده بيزنس كلاس. انا المفروض بخش من هنا لما بكون حاجز قطر، خش بقى بالباسبور وبعد كده التفتيش وبعد كده اللفه دي. المره دي بقى هنطلع على اللاونج بتاع البيزنس كلاس. الموضوع شبه المطار بالظبط، انت حاجز بيزنس يبقى ليك لاونج بيزنس. بصوا احنا بنطلع على هنا اهو البيزنس كلاس. الو، ثانك يو، نياو. اوكي، هنا بقى احنا ياخدوا مني الباسبور، يتاكدوا ان انا اوكي. ثانك يو. تعالوا نتجول ونشوف المكان ده فيه ايه، وبعد كده اشرح لكم بقى. دخلنا كده وقعدنا بقى. بصوا بقى يا جماعه، الموضوع هنا جميل قوي. حرفيا انت بتتعامل هنا كانك في المطار، وحاجز على درجه البيزنس كلاس في الطياره. اعطوني دي مكتوب عليها رقم، قالوا لي حطها على الترابيزه بتاعتك، وقبل ميعاد القطر بتاعك بربع ساعه هيجي حد مننا ياخدك يوصلك لحد الكرسي بتاعك في القطر. ده شكل اللاونج يا جماعه، وده الكراسي اللي انا قاعد عليها، حاجه كده مريحه جدا. وده زي بوفيه صغير كده. تعالوا نشوف ممكن نجيب منه ناكله. نجيب طبق الاول ونجيب بقى من كل حاجه واحده. ده باكو بسكوت. انا هجيب وهناك اجرب. انا جبت كل حاجه موجوده. احنا جبنا ايه بقى؟ هو يعني التكنولوجيا اتخلقت ليه؟ مش التكنولوجيا اتخلقت عشان خاطر نعمل كده. نفتح كده ونقوم مصورين المكونات بتاعته. الاول خلينا نجرب البسكوت. بسكوت بالملح عادي يعني، ده اكيد حلال. لا، حلو، حلو قوي، حلو ده مع الساك. ده حلو قوي. نجرب البسكوت التاني ده. ده شكله غريب ملوش طعم، او يعني مش عارف طعمه غريب بس ما حبيتهوش يعني. لا، مش حلو ده. سوداني بس عليه بطعم يعني. والصوص السوداني السوداني بالجبنه عادي، يعني عليه طعم جبنه كده. لا، حلو مش وحش. ده حلو. ده فيلينج هابي، مكتوب عليه فيلينج هابي، مش عارف ايه فيلينج هابي ده. ايه ده؟ ايه ده؟ بتاع ده طعمه مش حلو خالص. اسف، اسف. خلينا نجرب دي. دي زي تقريبا مكسرات يعني، كيسة مكسرات. ايوه كده، ايوه دي المكسرات بتاعتنا دي. مكسرات اهي، اهي مكسرات اهي. كاجو وفستق وبندق. اه، دي حلوه دي. دي المفروض ان هي برقوق مجفف. برقوق عادي مجففه فعلا. والله طعمها مش وحش يعني، مش مضايقاني، بس مش احسن حاجه يعني، مش هكملها يعني، بس هي كنوع من انواع التجربه يعني. فاضل دي بقى، عايز اعرف هي ايه. لحم نباتي ممزق يدويا. دي وجبه خفيفه نباتيه مشهوره في الصين، بنكهه حاره. منتج نباتي مصنوع من الفول الصويا. المنتج نباتي 100% مصنوع من فول الصويا. لا بس بيقول لك ايه بقى، قد يحتوي على منكهات صناعية او كحول في التتبيلة، بس بنسبة قليلة جدا احيانا. فده مشكوك انه حلال خالص. بس البسكوت ده طلع جامد، جامد قوي. ده احلى حاجة هنا. والسوداني ده مش وحش، اللي هو
عيشهم. وطبعا المكسرات بقى، المكسرات دي عادية ما فيهاش أي حاجة. يا بسلة، عيشوا، سجن. لا حلوة، لا حلوة. ده نعناع، ودي توفي. وهم اصلا على كل ترابيزه حاطين لك علبه نعناع. هو ده ما فيهوش حاجه حيوانيه برضو، فممكن نجربه. يعني عامه المخبوزات في الصين مش احسن حاجه يعني، ما حبيتهوش يعني. المخبوزات في الصين انا ما حبيتهاش خالص بصراحه. هو ما اشوف كده لو في حاجه ما جبناهاش. جبت باكو بسكوت تاني ومكسرات، عشان ايه دول الحاجه الوحيده اللي حلوه. ودي زي بسله تقريبا، بسله اعتقد دي حلوه. ده مش عارف، تقريبا لب متقشر، هنشوفه. يلا بينا. لا هو مش لب متقشر، بس هو حاجة غريبة كده. هنجرب. تعال نسأل شات جي بي تي، التكنولوجيا هتقول عليك ايه. والله طعمه مش وحش، طعمه حلو البتاع ده. هو بيقول لي ان هو سناك بذور دوار الشمس بنكهه مأخوذه من بيض السرطان. انا مش عارف ايه بيض السرطان ده، بس بيقول لي انها غير حلال للمسلمين، انها ممكن تكون غير حلال للمسلمين لانها تحتوي على مكونات بحريه غير موثوقه، اللي هو سرطان البحر غير مزكي. انا مش فاهم ده يعني ايه. بيقول لك الافضل تجنبه عشان هو ممكن يكون مش حلال. طيب دي بقى، انا بزعل قوي لما اكل حاجه واحس ان هي كان فيها حاجه حرام، يعني بتضايقني قوي الموضوع ده. إن اصلا انا يا دوب دقتها يعني. فاضل دي عباره عن بسله مجففه. خلينا نشوف موضوع البسله المجففه دي. ريحتها لا، وكمان طعمها، ريحتها وطعمها. كنت متاكد ان طعمها وحش، بس ما اعرفش ليه حبيت اجربها. اللاونج هنا بقى في شويه قعدات رايقه، والله العظيم رايقه يا عم. اقعد هنا كده، بص الفيو اصلا من هنا عامل ازاي. انت تقعد كده على الفيو ده يا باشا، روقان الروقان، رايق الكرسي ده. كده يا جماعه متجهين لمحطه القطر. بص الباب اللي احنا بنخش منه باب مختلف. الباب اللي ورايا ده ما بنخشش زي الناس اللي هناك دي، تمام، ملناش دعوه بيهم. واخدانا الاستاذه الاموره دي هتوديني لحد الكرسي بتاعي. ودي محطه القطر بتاع جوانجو. وانا بقى ماشي، ولا قعدت هنا ولا بص قاعد معزز مكرم. اوكي، يا تاخد الباسبور بتاعي دخلني بقى من هنا. بص ماليش دعوه انا باي حاجه. يا باسبوري هتكسفني ولا ايه؟ دخلنا يا معلم. ثانك يو، اتس اوكي هير، اتس اوكي. عايزه تنزلني في الاسانسير؟ انا في اي بي. لا 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 لا، انا ممكن انزل من هنا عادي. انا لسه هستنى الاسانسير. دي محطه القطر. اوكي، ولا تتعب نفسك، ولا رايح فين ولا جاي منين. هي هتوصلك لحد الكرسي بتاعك، او غالبا هتسلمنا لحد تاني قرش، بس معاها لحد ما نشوف. احنا العربية بتاعتنا رقم 8. انت لو سبتيني خدي بالك انا بقيت صيني. القطر بتاعنا وصل. بصوا القطر عامل ازاي، القطر شكله فخم. ده القطر بتاعنا، يلا بينا نركب. 3. اوكي ثانك يو، باي.商务座是吗？是商务座吧？这个位 This is 3. انا حظي حلو، انا طلعت حاجز احسن قطر. اوكي ثانك يو، ثانك يو، ثانكس. انا طلعت حاجز احسن قطر في الصين. اول ما بتركب بتاخد دي، استنوا اما نشوف فيها ايه. مناديل مبلله،
برجل فرخه، ورك فرخه، ده زبيب، ده عادي عارفينه تمام. وده البتاع اللي كان فوق. بسكوت، كاجو، ازازه ميه، ودي ازازه ميه تانية مش عارف ايه الفرق. في يو اس بي ومكان للسماعه، وفي فيش الكهرباء لو عايز تشحن، وكشاف. كشاف درجتين، ده زي تري كده اهو عشان لو هتاكل تمام. الاوبشن هنا بقى بيتحول سرير دلوقتي. بعد اذنكم بقى ايه نغفل شويه. يا لهوي، سرير يعني. بصوا في اكل هنا. هي نادتني وقالت لي في اكل، بس انا مش هاكل علشان دي فراخ وده تقريبا بورك يعني. 水果没有。 اوكي ثانك يو. مفيش غير فراخ او بورك، فانا بصراحه هختار مي، فقلت حرام. خدت دي ذكرى عشان فيها عصافين وفيها معلقه ممكن نحتاجها ناكل بيها اي حاجه. تعالوا بقى نشوف فيه هنا. حط لنا شبشب رايق شكله حلو قوي. القطر بقى نفسه يعني انا عايز اوريكم حاجه تمام من الحاجات اللي هتعجبكم في القطر. ماشي على سرعه كام بقى كده؟ 240 كيلو. التذكره شامله وجبه، شامله سناكس، مناديل، ميه. شايفين المنظر؟ طياره، انا راكب طياره. وده الكرسي بتاعنا. اولا هو في مكان تحط فيه رجلك هنا اهي. وبصوا ده كده لو انت عايز تقعد قعده معوجه شويه، يعني مش نايم بس معوج، دي اسمها القعده المعوجه. ودي بقى ايه، تيجي هنا عايز انام انا يا جدعان، فيتقلب سرير. طبعا عندك شاشه هنا صغيره طبعا ملهاش لازمه. تعالوا بقى نشوف الحمامات كده. لا الحمام هنا رايق بقى. نبتدي بالحوض تمام، حوض نضيف بينزل ميه بالقطاره انا مش عارف ليه. مناديل. القعده بقى بتخش تلاقيهم حاطين لك على القعده اهو، استخدمتها هي تخش تنضفه بعديك اهو. حاطين لك عشان الحمام ما تقعدش مكان حد. ازيكم. وفي حوض هنا. نتكلم بجد بقى، هم بصراحة عاملين القطر بيزنس كلاس بمعنى الكلمة، يعني انت راكب بيزنس كلاس حرفيا كأنك في طيارة. بصوا بقى المناظر من هنا عاملة ازاي. روقان الروقان. بصوا كده بقى سرير تمام، وممكن تكلمهم بيجوا يفرشوه ويظبطوه ويحطوا لك كمان غطا تستغطى بيه. وكده بقى نحوله قعده تنكه كده شويه، يعني اللي هو ايه، لا منك نايم ولا منك قاعد، انت مستقانيس زي ما بيقولوا يعني. كده كده مثلا تحط رجل على رجل كده وتقعد. نيكست ستيشن جوانج مينج تشينج. جوانج مينج تشينج. احنا الاستيشن اللي بعد دي ان شاء الله. نتكلم بقى عن مميزات القطر البيزنس. عايز انام جواه، انا حاسس ان انا في البيت. انا حاطط الكاميرا ما بتتهزش. نضيف جدا، مريح جدا، استقبال محترم، ما بتوقفش في طوابير، قاعد في لاونج، حد بياخدك يوديك لحد الكرسي بتاعك، بينزل لك سناكس وبعد كده وجبه. انا طبعا ما خدتش الوجبه لان هي بورك والتانيه تشيكن، يعني انا مش هاكله. طالما مش هاكله مش هقدر ارميه او افتحه حتى، او يعني انا استحرم مرميه. تجربة من أحسن التجارب اللي جربتها في حياتي. هم هنا حتى اللي معاهم فلوس ما بيركبوش الطيران، هم بيركبوا القطر ده، فهم عاملين لهم قطر محترم يجي يقعد ينام ياكل يشرب. ولو القطر طويل شوية ممكن يطلب أكل واتنين وتلاتة، بطانية، شبشب، حمام، في مناديل، وفي سلكة سنان، في لو ست في أستك لشعرها، في مشط لو راجل. القطر فيه كل حاجة انت نفسك فيها، انت كأنك قاعد في البيت. في هنا زي باور بانك، هو وايرلس تشارجر، فيك ميه، سناكس، مناديل، جورنال تتسلى فيه لو عايز. هو انا ممكن اتسلى بالجورنال ده عادي يعني. ابص اتفرج على الصور مثلا. الله، اخبار جميله قوي يا جدعان. مش عارف الواحد من زمان ما قراش جرايد. تعليمات القطر زيه زي الطياره. اكياس زباله،
لو عايز تسمع حاجه على الشاشه ممكن تحط السماعه بتاعتك هنا، فيش يو اس بي، في شيت كهرباء. ايه بقى ما يبقاش حلو ليه؟ مش كل القطارات كده، معرفش هي بالحظ ولا بتطلب قطر معين تحجزه، بس هو انا حاجز جي. كان في سي برضو مده اطول اقعد فيه براحتي، بس انا بصراحه لا حجزت جي. الشاشه براحتك، عايز تعملها كده تعملها، عايز تسيبها زي ما هي بتحركها في الاتجاه اللي انت عايزه. بتظبط الاضاءه بتاعتها لو مضايقاك. انت حرفيا في طياره. هنا هتاكل بتشد دي تمام، افردها افتحها كل، حط حاجتك هنا يا باشا وكل واظبط حالك، تحفه. دي بقى التجربه اللي فينا. انا جربت قطر في الصين، مش قطر النوم المعفن اللي جربناه. عايز تعمل الكرسي ده بس الظهر لورا كده بتعمله اهو من هنا، بس مش رخيصه. القطر ده 3 اضعاف التذكره العاديه. هي دي المشكله. استنوا اما نقفل النور اللي هناك ده عشان نشوف بعض. هي مشكله التذكره دي ان هي 3 اضعاف التذكره العاديه، بس هي دي الفكره. مش عايز تنزل منه من كتر ما هو مريح، مريح قوي. في ايه تاني ممكن نشوفه في القطر ده؟ ودي فيها ايه بقى؟ الله، ايه دي مي مش مناديل. انا فكرتها علبه مناديل، طلع فيها بتاع للعين عشان لو هتنام، سماعه عشان لو هتسمع حاجه في الشاشه، سدادة ودان مش هاخدها، هتنفعني في الطياره. للاسف القطر البيزنس ده اوحش حاجه فيه انه بيخلص بسرعه، انه بيخلص اصلا. يعني انه بيخلص اصلا ده في حد ذاته حاجه تزعل. انت عايز تعيش حياتك فيه. وداعا ايها الاغنياء. بص انا يعني كنت حاجز لكم القطر كله، بس خلاص بقى انا تمام يعني، هسيبه بقى لحد تاني يقعد فيه.